شاهد عيان في واقعة سقوط طالبة كلية العلوم جامعة الزقازيق قال: منعونا من إنقاذها ورفضوا الاتصال بالإسعاف. قضية الطالبة روان واللي شغلت السوشيال ميديا كلها، واللي هي وقعت من الدور الخامس وتوفت إلى رحمة الله تعالى، الله يرحمها ويغفر لها. طلع خبر قال إنه تم القبض على عميد كلية العلوم جامعة الزقازيق، ولكن الخبر ده تم تكذيبه من عميد الكلية نفسه، وقال: أنا قاعد في بيتي ومستني تحقيقات النيابة هتظهر الحقيقة. شهود العيان في القضية قالوا إن روان لما وقعت من الدور الخامس على الأرض كان لسه فيها الروح، ورفض عميد الكلية والأمن والموظفين إنقاذها أو الاتصال بالإسعاف. وفي الأخير إحنا بنقول روايات، ولكن لا يساندها دليل. في الآخر لازم ننتظر تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة حتى تنتهي، ونعرف إذا كانت بفعل فاعل ولا حاجة تانية. كل زملاء روان أكدوا إن هي بنت على خلق، ذات سمعة طيبة، علاقتها بكل اللي حواليها كويسة. دكتورة روان كانت هتتخرج خلاص على وش تخرج، فما عندهاش أي دوافع للانتحار. علامة استفهام كبيرة على قضية روان، وفي انتظار تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث. تحياتي.